يخيم علينا جلباب الكسل بعد رمضان ويغشانا الفتور، ويبقى محسننا من لا يتأخر عن فريضة أو يلامس مصحفه لدقائق معدودة. وفي معناهما الصائم الست الشوالية والمتباعد عن المحرمات المنكرة. ومن ثم نأتي إلى أزمة الاستقامة، وهي المحور الثاني. إن أكبر أزمة في الاستقامة ومسيرة التدين والانضباط، والموحش والمضني أن نضيف إلى ذلك التقصير، تبديد نتائج رمضان الساحرة وثماره الباهرة من بروز الصبر وعلو الهمة وتحقيق العلا الإيماني ورقة الخشوع والروحانية، ثم يبيعها بعضنا بثمن بخس دراهم معدودة وهو فيها من الزاهدين. المحور الثالث: لا تكونوا كالتي نقضت غزلها. يقول تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثا. وليس العيب حصول الفتور، فهو طبيعة بشرية، ولكن العيب أن ينتقل بنا إلى محرمات وشبهات. فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: لكل عام